في راجل مستشرق بريطاني صاحب الشيخ محمود شاكر، فقعد معاه كده في مره فبيقول له ايه: يا استاذ محمود، هلا اتيت الى بريطانيا فجعلناك استاذ كرسي؟ استاذ عمود نجيب لك كرسي. وانا استطيع ان اكتب مقالات وكتب واخطب خطبا متواصله باللغه الانجليزيه. انا اعرف اعمل كده، بس انا مش هتكلم انجليزي الا عند الحاجه، ان انا بتكلم عربي. فالراجل لقاه مبهر بيتكلم انجليزي ادب برضه، اللي هي اللغه الراقيه بتاعت زي اللغه العربيه عندنا والعاميه. فقال له ده انت اديب هنا وهنا. فقال له مش ممكن تيجي عندنا، هنعمل لك كرسي وتبقى استاذ كرسي ونعطيك مالا مجزيا جزيلا ونوفر لك الاحترام ويتخرج بك الطلب. عارف الشيخ قال له ايه؟ كلمه واحده، قال: انا لا ادخل بريطانيا الا غازيا. يعني اوعى تفكر ان انت ممكن تجيبني كده زي ما جبت استاذي. عارف استاذه طه حسين؟ اوعى تفكر ان انا باجي زي كده، انا حاجه تانية، طراز مختلف. الولاء والبراء، احنا كنا بنتكلم في عمره القضيه ان هي عمره، صحيح عمره من العمرات، ناس معاك معاهم معاهده، صلح الحديبيه، في صلح بيني وبينك. دخلنا بقى قلت له: لا ازيك يا ايهود؟ قال: لا ازيك يا ابو جهل؟ وقعدنا مع بعض بقى ودردشنا. لا ابدا. دخل عبد الله بن رواحه قال: خلوا بني الكفار عن سبيله، احنا بينا معاهده، احنا بقينا حبايب. لا 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 لا، ده انت لازم تعرف كده ان ده احنا كاتبينه دلوقتي، وعند نقده هتلاقيني عليك كالاسد الضرغام. الولاء